نوفل. مرحبا يا نوفل. مرحبا بك. شو عاملك سيدي؟ الحمد لله. صحة الحمد لاباس؟ لله. الحمد لله سيدي في ربي الحمد لله. الحمد لله. هاي شنو صار نوفل؟ أنا تعرفت على بنية عشنا قصة حب 4 شهور مخطوبين. هاي وبعد عرفنا في 2016 بقينا جبنا زوج صغار، جبنا الطفلة الأولى وبعد جبنا الولد. باهي. صارت كانت مرض، صارت لي جلطة، عملت عملية ريست في الكلينيك، عملت عملية تصحيح. قلت وبعد صار برشا خدمت ظروف كورونا وأنا مريض، ما نجمش نوفر كل شيء للدار. قصة حب باش نكملوا حياتنا مع بعضنا، باش نعرسوا الصغار واحنا عايشين مع بعض. باهي قبل ما نوصلوا للصغار وكل سؤال، هل فعلا كانت قصة حب ولا هل فعلا عشت الحب؟ عشت الحب معه. متأكد؟ أنا أول مرة أنا نتعرف على بنات، ما عنديش قبل تجارب حتى مرة. فما شكون يقول لك مادام ما عاش تجربة قبل دونك ما ينجمش يعرف اسكو فعلا هذا حب والا كان عايش معناتها. حسيت بحاجة أقوى مني أنا معاه. باهي، اللي حسيته انت كنت زاده تحس فيه كونه العبد الاخر اللي موجود قدامك يحس بنفس الشيء؟ نفس هي تحكي لي نفس الشيء، تحبني وضاحت على جيلي وتحب تخوني، تحدت بوها تحدت أمها. هي حسب ما فهمت يظهر من الاول كان فما عراقيل. ما فما عراقيل ناحية الدار، فما عراقيل يعني كانوا رافضين الزواج نتاعكم؟ كانوا رافضين الزواج من الاول، كانوا رافضين. ورغم هذا مشيتوا ضدهم؟ عرف. باهي. بعديك اسكو تحسنت الوضعية مع عائلتها ولا قعدت ليه؟ تحسنت الوضعية مع عائلتها وكان سبب. باهي، إلى حد الآن نفهم كونه الإنسان هذا صادق معك، مادام تحدى عائلته، مادام جا ضد عائلته، مادام خذ الريسك وكل، نفهم كونه الإنسان هذا كان صادق معك على الأقل في أحاسيسه. صادق معي بالسمع حتى أنا صادق معي اللي فما ها؟ أنا مخبينا حتى على بعض. بعد أنا قلت لكم مرضت، عملت عملية تسريع في الكلينيك وروح. ما عادش نجم نخدم خدمة، ما عادش نجم نخدم بحكم ظروف الكورونا، فماش خدم برشا. ما عادش عندنا، ما وفرناش كل شيء للدار. كان انت تخدم هي ما تخدمش؟ زوز نخدموا. باهي اوكي. ما عادش موفرين ولا كل شيء بالعياط والتكليف. ما عادش فما حب وما عادش فما حد شيء صحيح، كل طاح في الماء. وانت في وضعية اللي صعيبة، في وضعية ما تنجمش تخدم ومريض وخارج من العملية. كنت تتمنى كونه الإنسان هذا يقف معاك؟ كنت نتمنى يقف معايا ما تخلينيش. أنا جيت ما بدينا صغار، مازالوا في الروضة حتى مش كبار. شنو الموجب اللي خلى الإنسان هذا يبعد؟ على خاطرك مرضت هذاك السبب اللي عطاه، ولا على خاطرك ماديا ما عادش مستقر، ولا شنو؟ مريض وماديا ما عادش مستقر، زوج مع بعض. وما كان فما حتى حل، كان الانفصال؟ ما أنا مازلنا ماناش مفصولين، ما كل حتى على روحه. وانت صحتك اليوم كيفاش؟ خير؟ تتحسن؟ ماهيش خير، مانيش نتحسن حتى طرف. انا كل نهار نقول عايش بالفايدة، كل نهار نقول الحمد لله اللي انا عايش. وماديا كيفاش تعمل باش تصرف؟ الحمد لله رب العالمين. صدقني كنت حتى في الميزان كنت نوصل على 85، تو وليت 68 كيلو. اصبر. فما شكون يسمع فينا، ولا فما شكون معناتها يتبع فينا ولا غيره، يقول لك الشخص الاخر ماهوش مطالب باش يبقى معاك. فما زيد الشخص الاخر اللي يقول لك ليه، الانسان اللي يحب هو اللي يضحي، هو اللي يبقى لاخر لحظه، هو اللي يبقى معاك، هو اللي يحارب معناتها لاخر نفس. على من بعد العرس، ومن بعد 7 سنين عرس، يجيو اليوم طيحوا كل شيء في الماء. الوعود والحب ما عادش فما حتى شيء. امور ماديه يا اخي، انا شو نعمل؟ ما بقيت ما نعمل حتى شيء. نعم.
خلطت المرحلة اللي بينك وبين روحك تعتقد اللي كونه عشتوا الكل ذيك كذب؟ كل كذب، 7 سنين عشتها معها كل كذب. حتى الصغار ديجا قالت لي باش مرضوا ولا ستريسي برشا، ياخدوا بوه ومتعلقين بيا برشا الصغار. وصغار هذوك ما كيفاش باش يكون مستقبلهم بعيد على ابوه؟ مستقبلها مظلم تو، بزيدوا يمرضوا الصغار، بزيدوا يكبروا بزيدوا يمرضوا. حاولت باش تلقى حل معاها ولا ما فهميش؟ حاولت برشا مرات حاولت معاها برشا مرات. صدقني ما نشوفش نعاود. انا على مدى يست حاولت كفرت باش نقتل روحي. لا بعيد الشر والله لا يورينا، وان شاء الله خويا بعمر طويل، وان شاء الله خويا ترجع مخير وترجع اقوى، وان شاء الله معناتها ترجع وبرغم اللي تو رجعت نخدم والحمد لله. الحمد لله الظروف تحسنت. كي الامور تحسنت الحمد لله. علاش ليه معناتها قال الاخر يا خويا ننسى روحي، ننساك انت وننسى هي، هما صغار باش يبداو بحذا ابوهم. هما صغار هكا وحذا ابوهم. اذا كان المشكله ماديه فقط، واذا كان المشكله متعلقه بكونك انت على الصعيد المالي فقط وهي تحسنت الامور، يا عاد خلينا نصلحوها الحكايه. وقفوا ولاد حليله معايا، لازم نخدم صار نجي عنده. شوف انا الطرف الاخر ما نعرفوش، والطرف الاخر هو غايب، دونك الحاجه المهمه اللي انا نمن بها، والحاجه المهمه اللي كونه انا نعتقد لازم تكون موجوده في كل علاقه، كيف ما يقول لك بور لو ميور اي بور لو بير، معناتها للخايب وللباهي. اذا كان في الخايب والخايب قبل الباهي، واذا كنا نختاروا مع بعضنا باش نعملوا انجاجمون، واذا كنا نختاروا مع بعضنا باش نعملوا عائله، واذا كنا نختاروا مع بعضنا باش نجيبوا صغار وباش ندخلوا في معترك الحياه، فنشوف يا اما نحاربوا مع بعضنا لاخر لحظه، يا اما ما فهمش منه. والمديات علاش ملون مش ما فهمش صغار. صحيح، والمديات تحضر وتغيب، مولا تيجي يحتاج. نجموا نكونوا لاباس علينا وفي ليله ونهار فوف نخسروا كل شيء، كيف ما نجموا نكونوا كيف ما نجموا نكونوا معنا حد شيء، من بعد في ليله ونهار ينجم يولي عنا كل شيء. ف يظهر لي كان انا عازين بيا كان صغار هنا بيدي معناتها ما نخمم كان في صغار، هاني قلت لك سامحني معناتها ما نخممش فيك وما نخممش فيها، اما نخمم في الصغار اللي من حقهم هما نهار اخر يتمتعوا ببيئه اللي فيها بو وام موجودين بحذا بعضها. اذا كان نعاود نقول اذا كان السبب كان مادي والسبب المادي تحسن، فما فيها باس من اجل صغارنا وما نضمنوا لهم على الاقل بيئه اللي ينجموا يلقاو بوهم الصباح ويلقاو امهم الصباح. ما نعرفش اذا كان الانسان هذا يسمع فينا ولا اذا كان نهار باش يشوف الفيديو ولا غيره، نعاود خاطر القصه ما نعرفهاش بكلها. اذا كان السبب فقط مادي، واذا كان الامور مربوطه فقط بالفلوس، واذا كان الوضعيه قاعده تتحسن، نخموا مان في صغار هذوكما ونخموا باش على القليله نضمنوا لهم حياه معناتها موجوده فيها الاب والام، وما نحرموهمش من الدفء هذاك وما اللمه ذيك وما الحياه المزيانه ذيك. صديقنا نوفل سلام عليك برشا خويا، وشكرا لك اللي كلمتنا، ونتمنى لك كل الخير، وان شاء الله يا ربي الفتره هذه الخايبه على الاقل معناتها تتعدى. مانيش باش نعمل لوسون مورال في الحب، ومانيش باش نعمل درس في الحب، اما ما نعرفش يقول لك مع بعضنا في الباهي والخايب، والخايب قبل الباهي. رانا مانيش ديما باش نعيشوا ايامات ورديه، ومانيش ديما باش نعيشوا حاجات مزيانين، وكيف ما مره نتعديو بفترات مزيانه نتعديو زاده بفترات ما اخيب، وذيك الدنيا على شنو مبنيه. فنحاولوا ديما نقفوا مع بعضنا، ونحاولوا ديما نلقاو سوليسيون، ونحاولوا ديما نصبروا مع بعضنا بما انه معناتها الزوز مقتنعين اللي نحبوا بعضنا ومقتنعين اللي القصه ذي مزيانه. ان توكا تكلمونا على ال 71 113 كيما كل ليله 71 113.